السلام عليكم. تخيلي في يوم من الأيام كنتي ماشية في طريق جميل ومزهر، وبتبصي حواليكي بس شايفة الدنيا غيوم وكئيبة وسودة. وبعدين بالصدفة بتحطي إيدك على وشك، اكتشفتي حاجة غريبة. اكتشفتي إنك ناسية نضارة سودة كنتي لابساها بالغلط. لما شلتي النضارة اكتشفتي إن اليوم ده كان جميل ومشرق. التغيير فعلا مرعب، بس الرعب الحقيقي هو الدوامة اللي انتي حابسة نفسك فيها. أنا عارفة إنك مش متمسكة بالماضي عشان انتي ضعيفة، أنا بقولك إنك متمسكة بيه عشان خايفة لو بقيتي كويسة حقك يضيع. خايفة لو الوجع خف يبقى كأن الظلم اللي شفتيه ما كانش ليه قيمة أو كأنه محصلش. عمرك ما هتبقي البطلة في قصة حياتك طول ما انتي شايفة إن شفائك هو تنازل عن حقك الضايع. البطولة الحقيقية هي إنك تخرجي من سجن الوجع ده باختيارك، وتقلعي النضارة السودة دي اللي مخلياكي تشوفي الدنيا بطريقة مش كويسة. مش عشان تسامحي اللي ظلمك، بس عشان ترحمي نفسك من الدوامة اللي بتاكل في روحك كل يوم. النهاردة معانا قصة صديقتين، سهى وفريدة، 2 صحاب مروا بنفس الظروف، ظروف تكسر الحجر وطفولة قاسية جدا. والاتنين لما حاولوا يلجأوا لمساعدة اتشخصوا باضطرابات في الشخصية وباكتئاب. أما عن سهى فسهى خافت تواجه نفسها ورفضت العلاج. قالت أنا مش مريضة، الناس هي اللي بتظلمني. سهى فضلت معلقة حياتها كلها وموقفاها على أمل إن اللي أذوها يعترفوا بغلطهم، وهي اللي كانت بتخسر نفسها كل يوم، يوم ورا يوم ورا يوم. سهى فضلت متمسكة بوجعها كأنه صك ملكية لحقها، لحد ما انهارت تماما قدام أولادها وجوزها، وقدام مجتمعها اللي بقى حلو وجميل، وقدام حياتها اللي بقت أحسن من زمان بكتير. أما فريدة قررت تعمل الصعب، وهو حقيقي صعب. وقفت قدام نفسها واعترفت إنها بالفعل محتاجة مساعدة. فهمت إن علاجها لنفسها واعترافها بالمرض مش معناه إنها بتتنازل عن حقها، ده معناه إنها بتلحق اللي باقي من حياتها، بتنقذ فريدة من الضياع. الظلم اللي اتعرضتي ليه زمان ما كانش مجرد موقف وعدى، ده حفر جواه مرض وغير في كيمياء تفكيرك لدرجة إنك حتى لما بقت حياتك أحسن عقلك بقى كأنه مبرمج يرفض أي حاجة حلوة. بقيتي بتنساقي لكل حاجة سلبية حتى في وسط الفرحة، ودايما بتحولي أي حاجة إيجابية لسيناريو سلبي أو سيناريو شكي، كأنك خايفة تتبسطي فتخوني وجعك القديم. العلاج هو إنك تدركي إن جوهرك لسه جميل ونقي، لسه موجود. عارفة الجوهر اللي بتقعدي تفكري فيه كده وبتقولي أنا شخصيتي اللي كنت أتمناها في زمن تاني كانت هتبقى كذا وكذا وكذا، ده لسه موجود، بس هو متغلف بغلاف من الأفكار المشوهة اللي الأيام فرضتها عليكي. دورك في الجلسات إنك تفكي الغلاف ده حتة ورا حتة ورا حتة، وتغلفي روحك من جديد بأفكار تخليكي تشوفي الدنيا بوضوح، عشان ما تكونيش انتي الظالمة الجديدة. الهروب من نفسنا والتمسك بالوجع مش بيرجع حقنا، ده بيسرق سنين عمرنا. المواقف الصعبة ممكن تكون غيرت حاجات في كيمياء مخنا حقيقي، بس القرار إننا نقلع النضارة السوداء ده لسه في إيدينا. وفي الآخر أحب أفكرك إن الدنيا دي دار ابتلاء، وكل وجع أو ظلم مريتي بيه ما كانش عبث. كل حاجة ليها سبب وحكمة، ممكن بسببها تبقي إنسانة أحسن من الإنسانة اللي كنتي تتخيليها. الابتلاء ده اختبار لقلبك، بس الاختبار مش معناه إنك تستسلمي للسواد. ديننا مش دين يأس ولا استسلام، ده دين ولا تيأسوا من روح الله. ربنا وصف المؤمنين بأنهم بيستبشروا، يعني بيدوروا على الأمل حتى في عز الضلمة. وحقك نهايته مش الدنيا، حقك عند ربنا مش هيضيع، والظلم اللي حصل لك حسابه عند العادل. انتي وظيفتك انك تسعي للشفاء وتعمري روحك من تاني. المواقف الصعبة غيرت فينا حاجات كتير، بس القرار لسه في ايدينا. شاركوني، كم مرة اكتشفتوا ان العيب كان في رادار الوجع اللي جوانا مش في الموقف اللي حصل؟ والسلام عليكم.